السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله فيديو جديد وروتين جديد كده حلو مع بعض باذن الله. هنعمل كده كام حاجة بسيطة، طبعا زي ما انتم شايفين نقول بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما احنا شايفين مع بعض يا بنات، انا جبت عداية طماطم كده، ده قفص طماطم. عايزه اقول لكم ما طلعتش منه ما شاء الله اللهم بارك، ما طلعش منه ولا طماطمية واحدة مش حلوة. انا بصراحة جبت اغلى حاجة عند الراجل، لان لقيت اللي هي الارخص مثلا دي كانت عامله 200 جنيه 210 بالظبط. ووزنها من 25 ل 28 كيلو، دي اللي هي الايه القفص الكبير، تمام. فلقيت العدايه عامله معايا 210، وفي اقل منها مثلا ب 180 ب 150، بتبقى مش حلوه. يعني فيها اللي هو هتطلعي منها بقى هتهدري منها كتير، انما دي انا ما بصراحه ما طلعتش منها حاجه خالص. ما طلعتش منها واحدة بس حتى بايظة، هو يدوب الحتة اللي بتطلع بس من فوق وننضفها وخلاص على كده. وما شاء الله عملت معايا كمية حلوة، ما هدرتش معايا كتير. وعلشان كده انا قلت بقى ايه، اجيب الغالية احسن ومش هتطلع معايا حاجات كتيرة، فاهميني؟ بس طبعا بقى ايه، هنخزن الطماطم وكده علشان زي ما انتوا عارفين بقى عشان رمضان ونسهل على نفسنا. وتبقى الناس اللي بتقولوا هو احنا الناس بتخزن لرمضان، هو مفيش غير اكل وشرب بس في رمضان؟ لا يا جماعة، احنا بنخزن علشان بنسهل على نفسنا الدنيا شوية، وعلى اساس ان هو لو ايه يبقى طول النهار كده بنعمل حاجة عبادة من العبادات، نصلي نقرا قرآن نعمل حاجة تانية مفيدة، غير ان احنا بنبقى ايه واقفين طول النهار في المطبخ نعمل اكل بس كده. فطبعا الناس اللي بتخزن، وفي ناس بتبقى واخده على كده مش لازم لرمضان بس. عملنا بقى كده الطماطم، بصوا دي في الاول عملتها كده ضربتها في الخلاط وصفتها. في طريقتين، اللي هو تضربيها قبل ما تسلقيها، تضربيها الاول في الخلاط وبعدين ايه تسيبيها بقى ايه تتسبك مع نفسها على النار وتصفيها وتسيبيها تتسبك. والطريقه التانية اللي انا برضو عملتها معاكم دي، اللي هي قطعت كده الطماطم وقطعت معاها بنجر، وحطيت عليها معلقه من السكر ونص كوبايه من الميه، وسبتها برضو ايه تتسلق براحتها خالص مع على النار. وبعدين هاخدها اضربها واصفيها وبس كده، ونحطها بقى في الاكياس، مش بتاخد معاكي اي حاجه. بصراحه انا بحب الطريقه دي جدا، اللي هي بسلقها الاول. لاني جيت في الطريقه اللي هي بتاعه ان انا اضربها في الخلاط على طول، حسيت ان هي مخشنه وهتهدر معايا كتير. هنا بقى بعد ما خلاص كانت الطماطم عندي اتسلقت، حطيتها بقى كده بصفيها، ضربتها في الخلاط كويس مع البنجر، اعطيها لون حلو قوي. لو مش عندك بنجر ممكن تحطي معاها فلفل احمر، هيديها برضو لون حلو قوي. ممكن تحطي معلقه بابريكا. صفيتها بقى كده اهو، حطيت بقى المصفى الكبيره وهصفيها كلها، وبعدين احطها بقى على النار تتسبك برضو براحتها. وبعدين مش هتتسبك، هي اصلا تقيله زي ما انتوا شايفين، هي بس يعني مكان بس الايد وان احنا شلنا وكده، هحطها بس ايه تاخد غلوه كده وخلاص. اهو سبتها بقى كده على النار، وفي الوقت ده بقى عايزه تحطي مثلا الماده الحافظه بتاعتك اللي هي ملح. ممكن تحطي سنه من ملح الليمون، وممكن تحطي معلقتين كده من السكر، بتبقى ايه ماده حافظه ليها. وبس في الوقت ده بقى كنت بظبط بقى كده في المطبخ لحد ما هي تاخد تغلي غلوتين، وبعدين خلاص اشتغل بقى فيها على طول، احطها في الاكياس تكون بس بردت معاكي، وتحطيها في الاكياس وتحطيها في الفريزر. ما تحطهاش في الفريزر غير لما تكون بردت خالص، يعني ما تحطهاش في الاكياس وكده غير لما تكون بردت عشان ما تبوظش معاكي. وبس يا بنات، هي بقى الطريقه بتاعتنا دي، هي بحب الطريقه دي قوي، اللي هي بسلقها الاول. انا جربت معاكم زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو ان انا آه، احط اعملها يعني اضربها في الخلاط الاول كده، لا ما كملتش بصراحه، عملت منها حله كده وحله كده، وكملت بقى على الطريقه بتاعتي العاديه. بعدها بقى يا بنات، كنت في الوقت ده انا كنت بعمل الطماطم علشان رايحة عند ماما، فخلصتها بسرعة وسبتها بقى تتسبك وكده. وبعدين نزلنا بقى رحنا عند ماما. وطبعا طالما عند ماما يبقى لازم بنعمل حاجات حلوة بقى، نعمل مخبوزات، نعمل كيكة، نعمل زي ما انتم شايفين كده قرص. النهاردة ماما هتعمل لنا بقى شوية قرص كده، إيه الولاد ياكلوا فيهم وكده. فحطت معايا الدقيق، بصوا انا يعني مش هقول لكم بقى مقادير، لان هي ماما بتعمل كده يعني هي بتعمل كده بالبركه، يعني مش بتعمل مقادير. حطينا بقى الدقيق وحطيت عليه السمنه زي ما انتم شايفين، وهتبتدي بقى تفضل تبس كده في السمنه بتاعتنا. السمنه هي دفتها بس ما خلتهاش تغلي ولا حاجه، يعني هي كانت سخنتها بس.
هتشيل بقى المعلقة دي خالص، وتبتدي بقى ان هي ايه تبس كده ايه الدقيق مع السمنة لحد ما يبقى زي حبة الرمل كده. ومجهزين طبعا جنبنا الخميرة، حاطة مع الخميرة شوية من السكر، وتسيبها بقى ايه لحد ما تخمر معايا اهو. طبعا طول ما احنا عند ماما حاجة زي كده، ماما بقى اللي احنا بنحب ناكل الحاجة من ايد ماما، اللي هو يعني حتى احنا كلنا بنعرف نعمل والكلام ده، بس لا احنا بنحب ناكل الحاجة من ايد ماما. هي حطت ايديها في الحاجة كده خلاص بقت بركة وسكر. وربنا طبعا يخليها لنا ويخلي لكم امهاتكم يا رب العالمين، ويبارك في صحتهم يا رب. ابتدت بقى اهو زي ما انتم شايفين تبس بقى كده في الدقيق مع السمنه، عشان الدقيق يتشرب كل حاجه، ما يبقاش في دقيق تحت ولا حاجه كده متكتله، لا هي كده عملته زي حبه الرمل كده. وبعدين هننزل بقى عليهم بالخميره، وهننزل بلبن او ميه. احنا في اليوم ده ما كانش فيه لبن، فايه عملنا عجننا بميه وطلعت، بصوا عايزه اقول لكم حاجه كده سكر حلوه قوي. اهم حاجه زي ما قلت لكم قبل كده كتير، ان اهم حاجه في الوصفه او في الاكله الرضا والنفس كده الحلو، وان انتوا اللمه بتدي طعم تاني. ما تنسوش طبعا بقى تحطوا لنا لايك للفيديو بتاع النهارده، تحطوا لايك بقى وتقولوا لي رايكم في القرص بتاعتنا كده اللي من ايد ماما، وتكتبوا لها تعليق حلو كده وتقولوا لي رايكم في الفيديو بتاعنا. ماما بقى فضلت كده تبس في العجين في الدقيق مع السمنه كده شويه حلوين، وبعدين هتنزل بقى بالايه بالميه مع الخميره. طبعا في الوقت ده مشغلين الفرن، و يعني بتخلي الفرن اللي هو يعني يسخن بس معاك. دي شكل العجينه بعد ما اختمرت. بصوا هو في فيديو كده اتقطع في او فيديو اتلخبط. المهم هنا كانت ايه بتعجن بقى كده بتعمل قصدي القرص اهو. طبعا هي بالعجوة، جبنا عجوة وعملناها كده سيحناها في حتتين سمنة، ودعكتها كويس في السمنة، وبعدين بقى ايه تحط العجوة في القرصة ونسوي على طول، مش بس استناه يخمر هو يعني ايه يا دوب بس عقبال ما الفرن يسخن والكلام ده ونكمل الصواني ونشتغل على طول، مش بتستناه يخمر. وهنا برضو كانت اختي بتعمل معاها، ماما بتعمل قرص واختي بتعمل الناحية التانية المنين او القراقيش. وطبعا الولاد بقى حوالينا وكده زي ما انتم شايفين. هو كده في فيديو في حتة كده من المقطع اتلخبطت، يعني دي المفروض في الاخر وفي قبلها اللي هي بقية العجين. فمعلش بقى سامحونا على اللخبطة، لان البرنامج بتاعي اللي انا بمنتج عليه بس متلخبط معايا، فلسه جديد وغيرته وكده، فمش عارفة اتعامل معاه كويس. اهو اختي بقى هنا كانت بتعمل المنين، حطت جواه بقى العجوة، وبعدين هتكمل بقى وتقطعه، واول ما الصواني بس تكمل هندخلها بقى الفرن. مش هنستنى طبعا للصواني كلها، بس ايه اول ما صينية بس تخلص منهم تدخل الفرن على طول. وفي بقى اختي التانية كانت برضو هي اللي قاعدة ايه بت قاعدة قدام الفرن اهو. بس كده هتقطع بقى، وهي كانت بتعمل شكل كده بالسكينة زي خطوط وكده، وبعدين تقطع اهو. دخلنا بقى الصينية بتاعة القرص دخلناها الفرن، وهوريكم برضو شكلها دلوقتي. وعايزة اقول لكم ان انا طول ما انا هناك بتبقى الدنيا دوشة وزيطة الولاد وكده، فهتلاقوا التصوير بتاعي مش متظبط قوي، بس صورت لكم كده مقطع بسيط وبعد ما خرجت من الفرن. ما صورتش بقى بعد ما الكمية كلها طلعت، طبعا نسيت وكده، فمعلش سامحوني.
هنا بقى شكلها اهو يفتح النفس ما شاء الله. اتمنى يا رب الفيديو بقى بتاعنا يعجبكم النهارده، وتقولوا لي رأيكم في الفيديو، واسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.